الأكلة دي هدية مني ليكم، وأقسم بالله أنا ما هستخدم أكتر من كمية اللحمة اللي جيت على الميزان. وتعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. زي ما انتوا شايفين، حطيت طماطمايه، فلفلايه خضراء، بصل، قطعتهم شويه عشان يساعدوا الكبه، وبدات افرمهم ناعم على قد ما اقدر. هبتدي اصفيهم، اخد التفل لوحده والميه لوحدها، ما فيش حاجه هنرميها، كله هنستعمله. بس ابتدي ايه، اعصر التفل كده من كل الميه على قد ما اقدر، عشان يبقى عندي كمية مية ايه حلوة. هنجيب الميزان ونحط عليه الطبق قبل ما نفتحه، وبعدين افتحه علشان يوزن صفر معايا، وبعدين ابتدي احط اللحمة بتاعتي لغاية ما اوصل للوزن اللي انا عايزاه. انا بقى شوية اللحمة دول عملوا معايا 237 جرام، يعني مش محصلين 250 جرام، مش محصلين ربع كيلو. هكمل ب 100 جرام فاصوليا مسلوقة، فاصوليا بيضة مسلوقة. هكمل 100 جرام زيادة فبقت 337. الفاصوليا بديل بقى للفول الصويا اللي بيحطوه في اللحوم الجاهزة، واللي الله أعلم بيحطوا ايه تاني. فأنا استخدمت الفاصوليا، مش هتحسوا بطعمها، بالعكس هتحسوها لحمة. هحط التفل مع الفاصوليا مع ملح وفلفل اسود وكزبره ناشفه في الكبه زي ما هي، من غير حتى ما نغسلها. انا عايزه كل البهاريز اللي فيها، واضرب كويس مره واتنين وتلاته لغايه ما تبقى ناعمه خالص. انا مش عايزه احس بيها ولا بقشرها ولا باي حاجه، زي ما انتوا شايفين كده. هجيب بقى الخليط ده احطه فين، في طبق. وبعدين بقى هنجيب اللحمه المفرومه، انا ما ضربتهاش معاهم، زي ما هي اهي. وهبتدي اعجن عادي جدا عشان احس بقى ايه، عارفين انتوا وانتوا بتقطموا كده تحسوا انتوا بتاكلوا لحمه، مش بقى احس ان انا باكل حاجه تانية. ايه رأيكم؟ انا بقى وانا بعجنها للامانه حسيت ان هي ميميه شويه، قلت خلاص هحط لها معلقه بقسماط. وبعدين جت في دماغي فكره، قلت طب ما اوزن بعد اللي انا عملته ده كله، واشوف يا ترى طلعت الكميه كام. وحياة ربنا انا اتخضيت يا جماعه، بالميزان 500، يعني وصلناها لنص كيلو. انا عايزه اقول لكم والله العظيم انا لا شلت ولا حطيت، دي حاجه كده رساله ربانيه بتقول لي ان اللي انا بعمله ده صح. ما احنا هنعمل ايه، لازم نبقى ستات شاطره ومدبره في ظل الغلاء اللي احنا فيه ده، على قد ما نقدر ما نحسسش ولادنا ان الدنيا صعبه. المهم عملت 16 كوره من كورات الكفته. يا ترى بقى هيبقى طعمها ايه، شكلها ايه من جوه؟ تعالوا اقول لكم. ويا ترى ميه البصل والفلفل والطماطم هنعمل بيها ايه؟ انا هعمل لكم الغدوه كامله عشان اوريكم ان ست البيت الشاطره المدبره هتعرف تعمل احلى غدا لاحلى عيله. جبت المكرونه بتاعتي وبدات احمرها، وبعدين طشيتها بقى بميه البصل والطماطم والفلفل. وهنا بقى احلى ريحه، معجون طماطم، فلفل اسود وسكر ومكعب مرقه وشويه ملح. وقلبي الكلام ده كله مع بعضه، اول ما يشكشك كده انزلي بقرن فلفل شطه، وزودي ميه وسيبيها بقى تستوي ايه على الهادي. ايه رأيكم بقى؟ والله العظيم كل واحد لما ياخد 4 قطع كفتة مع شوية سلطة مع شوية المكرونة دول، أحلى غدا ده ولا لأ؟ طب يا ترى هيحسوا بقى بالحبشتكنات اللي أنا عملتها في الكفتة؟ والله أبدا، أنا شخصيا ما حسيتش، والمكرونة رهيبة. وما كانتش غدوتنا دي تستاهل لايك وشير وكومنت؟ يبقى إيه بقى اللي يستاهل؟